شو بصير لو دخلت الانترنت المظلم؟ هل عن جد رح اشوف الغرفة الحمراء اللي كل الناس بتخاف انه تشوفها؟ هل عن جد بيقوموا بتعذيب الناس على البث المباشر والعالم بتطلب كيف الناس بدها تتعذب؟ وهل عن جد حقائق اليوتيوب وكل شي سمعتوه على اليوتيوب عن موضوع العالم الانترنت المظلم هل هو حقيقة ولا لا؟ رح نعرف كل هذا الشي بهذا الفيديو. مرحبا وسهلا بفيديو جديد من قناة عبد الرحمن. فيديو اليوم يا جماعة الخير بدنا نحكي على الانترنت المظلم، هذا العالم الغامض اللي ما في حدا بالعالم دخل على الانترنت المظلم صار يشرح شو موجود بداخل هذا الانترنت. هذا الانترنت اللي مستحيل اي انسان ما بيعرف عنه او ما سمع باسمه. اليوم الفيديو رح نشرح لكم كل شيء، هذا الشيء انا جربته بنفسي. قبل ما نبدا بالفيديو وندخلكم بعالم الانترنت المظلم، اتمنى تضغطوا زر لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، خلينا نوصل مليون مشترك قبل نهايه هي السنه، وخلينا نفوت بالفيديو. ولكن قبل ما ابدا يمكن تسال نفسك كيف انا قدرت اوصل للانترنت المظلم وبعد عناء كتير وجهد كتير. اذا بدك تفوت على الانترنت المظلم وانا ما بنصحك لانه رح تشوف شغلات وعمرك ما شفتها، رح تلاقي باول الوصف او بتعليق مثبت رح تلاقي طريقة رح توصلك لهذا العالم المظلم. وانا برجع بكرر، اوعك تحاول انك تفوت، واذا بدك تشوف وتستكشف فيك تفوت عن طريق اللي قلت لك عليه بالوصف او بالتعليق المثبت. سمعت كثير عن الانترنت المظلم وقررت انه اشوف شو موجود بداخل هالانترنت. كان الموضوع كثير غريب لإلي، اسمع كثير عنه، ولكن انا قررت اجرب بنفسي وسالت كثير عالم وقالوا لي اوعك تفوت على هذا الانترنت بالتحديد. الانترنت المظلم هو جزء من الانترنت الغامض، واول ما دخلت على الانترنت المظلم بعد عناء كثير لقدرت اوصل للموقع. اول ما دخلت على الموقع حسيت بشوية توتر وخفت كتير وقررت انه اتراجع، ولكن طلعت هيك لازم ادخل واصور الفيديو واوصلكم واوصل كل شيء على الفيديو. لما دخلت على الانترنت المظلم شفت تشديد جدا كبير انه هذا الموقع جدا امن وجدا خاص، مستحيل اي انسان بالعالم يقدر يوصل لمعلوماتك. اول ما بلشت اتصفح بالانترنت المظلم صرت اشوف اشياء مستحيل عقلي يستوعبها، مثل بيع المخدرات، بيع الاسلحه، وحتى بيع الحشيش، واشياء ممنوعه يمكن تتخيل راح تشوفها بداخل هالانترنت المظلم. وبلشت اقرا بعض الاراء الناس على الانترنت المظلم وتحديدا على الغرفه الحمراء. هي الغرفة الغامضة اللي انت رح تشوف انسان عم بيتعذب بس مباشر، وفيك تكتب بسهولة تدفع المال شو ما بدك بتعمل بهذا الانسان وبتعذب. فعليا فيك تدفع المصاري شو ما بدك بتطلب من هذا الشخص على البث المباشر وراح يعمل لك بالشخص اللي عم يتعذب. فكرت حالي بحلم او انا عم بشوف شي فيلم خيالي او فيلم امريكي، وفجأة انا عم بقلب على الانترنت المظلم شاهدت انه الغرفة الحمراء مفتوحة وفيك تفوت عليها ولكن لازم تدفع مبلغ. قررت انه افوت على الغرفة الحمراء واشوف شو موجود بداخلها، وهل عن جد اراء الناس حقيقية؟ ولكن شفت شيء ما كنت بتوقعه ابدا. هل عن جد حكي الناس طلع حقيقي؟ نعم، طلع حقيقي بالحرف الواحد. شو ما بدك بتطلب، شو ما بدك بيصير، شو ما بتدفع مبلغ رح يتنفذ بالشخص اللي عم يتعذب. ويمكن تفكروا هذا الموضوع كذب، ولكن لما انا شاهدته بعيني انصدمت. انا بالبداية فكرت انه هذا فيديو تمثيل واكيد عم بيمثلوا، ولكن انا ما قدرت اشاهد دقيقة واحدة ولا 30 ثانية من هي الغرفة الحمراء. يمكن التركيز الاكبر بالانترنت المظلم عن تجارة المخدرات او عن بيع الاسلحة. يمكن الناس كانت بتحكي عن الغرفة الحمراء بطريقة مختلفة، ولكن الطريقة اللي انا شفتها فيها ومستحيل اقدر اوصلكم شو كان بداخل الغرفة الحمراء. قد ما قدرت اوصف، قد ما حاولت اوصلكم الصورة، مستحيل توصلكم ابدا. مع الاسف هذا الشيء موجود، وتحديدا بالانترنت المظلم. انا بعد ما شاهدت هي المشاهد ما قدرت انام طول الليل، وحاولت اشيل هي الافكار من بالي، ولكن الافكار ما عم تطلع ابدا، لانه عن جد كل شيء انحكى على الانترنت طلع واقع. وقررت انه اطلع من هي الغرفة مباشر، لانه اكثر من هيك انا يمكن يصيبني حالة نفسية. وقررت اطلع من الانترنت المظلم. يمكن تقولوا انت شو عم تحكي، بس هذا الشيء الموجود بالانترنت المظلم
اذا بحكي من هون ل3 ساعات على الانترنت المظلم ما راح اخلص، ولكن انا لخصت لكم شيء بسيط عن الانترنت المظلم. الانترنت المظلم هو عالم كبير 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 كتير قبل ما بتتخيل. فيك تطلب فيه صناديق عشوائية، وفيك تطلب اللي بدك، فيك تطلب دبابة. نعم، دبابة. تسألني كيف؟ أنا ما بعرف. فيك تطلب شو ما بيخطر على بالك غير قانوني، شو ما بتتخيل بالعالم رح يكون موجود. ولكن إذا حابين نطلب صندوق عشوائي من داخل الانترنت المظلم، أو ندخل وأصوركم شيء من داخل الانترنت المظلم، عليكم تكتبوا لي شيء بالتعليقات أو توصلوا هذا الفيديو أقل شغلة 5000 لايك. ولكن بعد ما طلعت من الانترنت المظلم حبيت ارجع افوت عليه، ولكن اذا هذا الفيديو جاب اكبر عدد لايكات 5000 ولا 10000 لايك، رح ارجع ادخل للانترنت المظلم وراح اصوركم كل شيء امام عينيكم وكيف انا دخلت الانترنت المظلم. ولكن اذا بتحبوا تفوتوا على الانترنت المظلم، طبعا انا ما بنصح اي شخص بالعالم انه يفوت على الانترنت المظلم. واذا انت بدك تفوت على الانترنت المظلم وتشوف الغرفة الحمراء وكل شيء موجود بداخل الانترنت المظلم، رح تلاقي كل شيء موجود تحت باول تعليق مثبت. وهون وصلنا نهاية الفيديو. اذا بدكم نطلب صندوق عشوائي من الانترنت المظلم، عليكم توصلوا هذا الفيديو ل 5000 لايك او ل 10000 لايك او ل 4000، وانا رح اشوف انه انتم بدكم فيديو صندوق عشوائي. واذا بدكم كمان فيديو نصور لكم شو موجود بداخل الانترنت المظلم واصور لكم اياه فيديو، اذا وصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد لايكات بشوفكم الفيديو جاي. كان معكم عبد الرحمن، سلام.